بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سبحانك يا ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وفرح وهنا، ويعود عليكم كل شهر رمضان الكريم بخير ويمن وبركات. معلش يا جماعة، ما تبصوش للحتة الزفرة اللي أنا لابساها دي جلابية التنظيف. بعد عنكم، ربنا ما يوريكم يا رب. الناس واخدة رمضان في تحت التكييف، وأنا واخداه في التنظيف. بدأت أنا بعشة الأرانب. مش عشة، هي أوضة أنا حاطة فيها الأرانب. دول كام جزء أرانب أنا مشترياهم عشان مواجهة الغلو الأسعار ومجابهة الغلو اللي احنا فيه ده. فالأرانب رغم إن هي غالية جدا والله العظيم، الجزء اللي قد النملة ده اللي طالع من بطن أمه ب60 جنيه. بس قلت هو فيه الهون عن الفراخ يعني. وانا يعني كان عندي مربيات كتير قبل كده، بس عشان هو وسخته كتيرة فانا اتخلصت منه يعني. رجعت تاني وحنيت له، وديت بعد ما نضفت للأرانب. هنضف النهاردة روتين يومي جديد صعب، كله شقة وعذاب صراحة. كل روتين شقة وعذاب زي ما انتم شايفين يعني. وانا صايمة والله العظيم ما في حلال التنظيف والتعب غير وانا صايمة. انا كده عدت يعني من زمان. الاقي الاولاد نايمين والدنيا هس هس والناس كلها نايمه في الشوارع، افكر بقى في فكره او شغلانه انا ما كنتش قادره اعملها وانا في الايام العاديه، عشان الاولاد عاوزين ياكلوا، عاوزين يتغدوا، عاوزين المواعيد على الشطف، فالدنيا كلها هاديه ولسه وقت الفطار لسه ما جاش. فقلت استغل الفرصة واروح اطلع انظف للطيور. روتين يومي جديد، روتين التنظيف. اتمنى ان الفيديو كله غبار وتراب وعفارة صراحة بطريقة غريبة. هتقولوا لي لا طبعا انت لابسة مكمل. والله انا لسه قاعدة بكح رغم من الفيديو من يومين لحد دلوقتي، لان انا شوية التنظيف دول عايزة انضفهم بقالي شهر، مش قادرة اطلع كل يوم اقول بكرة بعده. ويوم الشتاء كان ضيق خالص وقصير، فبيخلص بسرعة جدا. فعايلة همي ان انا انضف ازاي الاكوام من التراب دي. وطبعا الصيف حسيت ان الصيف هيدخل، ولو دخل الصيف على اكوام القمامة دي والزبالة تحت الطير، فممكن يلم عليا الحشرات ويبهدل الدنيا ويبهدل الطيور وتربي حشرات. فقلت لابد النهارده الدنيا هادية اهي والأولاد نايمين، أروح أنا أطلع أشوف الروتين التنظيف اليومي، اليوم الشقة والتعب اللي انتوا شايفينه ده والغبار والأتربة. طبعا أنا والله العظيم لبست كمامة قماش، وندمت ان انا ما لبستش كمامتين، لان بصوا التراب، شايفين تراب الحمام رهيب رهيب رهيب. ما تعرفوش بيعمل ايه، بيجيب منين تراب الحمام. بصوا ده جوز حمام طبعا. يعني قلت يعني بصوا كده بتبقى فيه حشرات على فكرة مع العفشة بتاعت الحمام دي والكن بتاع الحمام اللمه ده بتبقى فيه حشرات. يعني هي بتمتص الدم بتاع الحمام، فلازم تنضفي. ويعني لو افضل انك انت ترشي بودره في الارض عشان خاطر، بس بعيد عن الغله وبعيد عن الاماكن اللي بياكل فيها الحمام، عشان خاطر هي ما يربيش حشرات ويضعف الحمام عندي. الكمامة اللي انا لابساها اقسم بالله ما حشت التراب ان هو يدخل لي في زوري ومناخيري. قعدت يومين بعد ما نضفت. انا كل ما انضف لازم اخدها لازم اخد التعب دي، شويه التعب دول. اقعد باليومين تعبانه، وممكن تيجي لي حساسيه في الصدر والتهاب كده، واقعد يومين. وفي حاجه بالساهل، محدش يفتكر حاجه بالساهل. هتاكلي لك جوز حمام تقعدي لك شهر تعبانه وتنضف يعني. سبحان الله يعني، ما حدش يحسد حد على اي حاجه في الدنيا خلقها ربنا. كل الناس متساويه والله. اللي عنده حمام زي اللي ما عندوش، ما هو اللي عنده عايز تنظيف وعايز غله وعايز بلاوي مسيح. ده كيلة الغلة دلوقتي احنا جايبينها اقسم بالله 250 جنيه. الغلة اللي هي رفيعة دي 250 جنيه، والله ما بتاخد اسبوع واسبوعين مع الحمام يعني. هتلهميها منين يعني؟ سبحان الله يعني، الظروف وغلا وارتفاع في الاسعار، ومن ناحية محاصرة الناس من كل النواحي. سبحان الله، ربنا يلطف بالناس ويلطف بالعبيد يا رب ان شاء الله. هو حد يفتكر ان الناس بنت ولقيت البيوت بقى في الفلوس كانت متعبية في الشنط بقى، وراحت طلعت الفلوس من الشنط
وراحت بنت وعملت أدوار وعملت بيوت وعملت كده. أقسم بالله بالنحت بنحت الأظافر يا جماعة، وبالكحت في كحت الأظافر في التراب يعني. الناس دبّرت سبحان الله بأعاجيب يعني، دبّرت القرش فوق القرش والتعريف فوق التعريف لحد ما عملت اللي هي عملت فيه. ما حدش يفتكر أبدًا إن الحاجة دي جات بالساهل أبدًا، اللي يفتكر كده يبقى غلطان من ساسه لراسه. إن الناس كلّها يعني تلاقي الواحد بياخد نفس الدخل بتاعِك ونفس المعيشة بتاعتِك ومش قادر يعمل أي حاجة، لإن هو مش عارف يدبّر أموره ومش عارف دايمًا باصّ على الناس، وباصّ إن هو يلبس أحسن وياكل أحسن طالما بَص على الناس وبَص إن هو يبُص على الناس وياكل أحسن ويلبس أحسن، عمره ما هيعمل حاجة. لكن سبحان الله أنا يعني طبيعتي كده لا باحب أبُص على حد معاه ولا ما معاهوش، يعني بادبّر أموري مع نفسي، باحاول إن أنا حطيت القرش على القرش وهُم الأولاد صغيّرين، كنت عارفة إن هُم لمّا يكبروا استحالة إن أنا أقدر أعمل حاجة ولا أدبّر ولا هابني ولا أعمل حاجة، قُلت أعمل لهم أي حاجة في حياتهم يلاقوا أي حاجة كده يتّكلوا عليها، لكن قدرت إن أنا أعمل أي حاجة. وسبحان الله يا رب، أنا مش عايزة أحكي لكم على الظروف اللي إحنا مرّينا بيها وإحنا بنبني، وإحنا لمّا اشترينا حتّة الأرض اللي إحنا بنينا دي فيها، كانت بطريقة يعني عجوبة، ما حدش هيصدّق إن إحنا إزاي كنا عايشين في الظروف دي، وربنا سترها معانا ووصلنا للي إحنا فيه ده. يعني وصلت إن أنا بنيت بيت، يعني الناس كلّها بتستغرب إزاي إنِّك بنيتيه من بنيته من التعب ده والشقا يا جماعة. هو في حد بيبني حاجة بتيجي الست تبقى حاطة رجل على رجل وعايزة تحصّل واحدة متمرمطة في التراب وشايلة الهَم وشايلة الطين. واحدة زيي أنا كده، كل الناس عايزة تبقى زي يعني الواحدة التانية قاعدة في بيتها دلوقتي وهي صايمة ومروحة فوق راسها وتكييف وعايزة تبقى زي أنا. طب أنا أنا في عز الصيام أهو متنيلة ب60 نيلة أهو وقاعدة في تحت الطير لإن أنا باقول يعني حاجتي وطيوري وبيتي وحاجة عيالي. لمّا أنتِ تنضّفي كده الطير هيبقى نضيف وإنتاجه هيبقى أحسن وكلّه خير ليكِ ولأولادِك. لكن سبحان الله ما حدش يحسد حد على أي حاجة، اوعوا تحسدوا حد على أي حاجة. أنا طبيعتي كده أقسم بالله ما باحسد أي حد على أي حاجة، باقول ربنا يزيد ويبارك للناس كلّها في كل قرش معاها وكل لقمة بتاكلها، لإن سبحان الله ما حدش عارف بظروف الناس دي جايبة إزاي اللقمة وجايبة إزاي القرش لإن أنا أدرى بكده وعارفة إزاي أنا تعبت عشان أوصل للي أنا فيه وأعمل اللي أنا فيه. غيري شايفه أنتم هو لا قصر ولا دياوله، لكن غيري شايف إن أنا ساكنة في قصر، يعني ساكنة في السترة الحمد لله. أنا توّيت عيالي واتلمّينا في بيت ساترنا، مش أكتر من كده. الناس شايفاكِ إنِّك أنتِ ساكنة في قصر عابدين، ليه؟ عشان خاطر بنيت بيت لأولادي. الحمد لله يعني ربنا قدّرني وبنيناه في الرخص. أنا لو في الظروف دي استحالة كنت هاقدر أبني شباك، والله العظيم استحالة كنت هاقدر أبني شباك. لكن سبحان الله يعني هي بتبقى يعني رزانة عقل وسعة تفكير وكده، فحسبتها قُلت الواحد وهو صغير أولاد صغيرين في السن ممكن تدبّري معاهم. بُصّي الحمام جاي طاير إزاي، أنا الحمام ده كلّه قصّ ريشه على فكرة عشان خاطر إيه ما يطيرش منّي. ورا كل سيراميكا من السيراميكات دول الحمام متعودة إنه الحمام إيه عاملة لهم زي السيراميكا مايلة كده على الحيطة وعاملة لهم طوبتين منّا ومنّا، الحمام بيبيض ورا السيراميك ده، ما عملناش قانون ولا أي حاجة والله حاجة بدائية جدًا يعني بس أنا هاطلّع العشوش بقى عشان خاطر إيه ما ي لو سِبتها بالشكل ده هتربي دابة وحشرات وممكن تعمل نمش وتضر الحمام. يعني يعني أنتم شايفين كمية الزبالة اللي أنا فيها، أقسم بالله أنا كان عايزة جهاز تنقية الصدر بعد اللي أنا عملته، لإن أنا حاسة لحد دلوقتي والله تعبانة فعلًا يعني صدري ملتهب والدورة دي باخدها أنا في يعني مش من النوع اللي هو كل يوم بانضّف، لإن المكان واسع عليَّ وكبير فما باقدرش أنضّف كل يوم. يعني باسيب فبُصّوا يا جماعة الحمام أهم حاجة عنده الاستقرار، ما باحبش الرجل الكتيرة عليه يعني. ما باقدرش كل شوية أروح أركب أنضّف، أنا يعني سِت يعني موظفة وما عنديش وقت لا أملكه. كنت بارجع يا دوبك من الشغل عشان أجهّز لقمة الأولاد ياكلوها و وأطلع أحط أكل للطيور ولا للفراخ وبالعافية كده، يعني يومي مقضّي بالعافية كده، كنت أرتاح شوية كده.
فمش باقدر إن أنا أنضّف يعني شهريًا أو حاجة زي كده، باسيبه بانضّف مرّة في مدخول الصيف، ومرّة في آخر الصيف، ومرّة في مدخول الشتا وآخر الشتا. يعني كده ده النضافة اللي عندي. والله سبحان الله ممكن تقولي أنتِ كسلية، أنا كسلية باخلّي الموضوع يتراكم أوي لمّا يبقى. والله طلّعت 12 شكارة من تحت الحمام، 12 شكارة مليانين من الأتربة، ولسه كمان قاعد السطوح، ده الشقة اللي فيها الحمام وفيها الأرانب. قاعد السطوح كمان شوية الفراخ اللي بيبيضوا كمان عاوز يتنضف، فعايزة لها يوم لوحده. لأن أنا النهارده هلكت، والله هلكت بجد يعني من التراب والغبار والعفارة اللي أنا دخلت الرقبة عندي ودخلت أنفي. سبحان الله ربنا يسترها عليا وما يحصلش، لأن أنا بيجيني التهابات وبيحصل معايا كحة من الأتربة خالص. ولذلك أنا لابسة الكمامة، لو مش لابسة الكمامة أنا كنت ضِعت في الموضوع ده. تراب فظيع، 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 ما أقولكمش على اللي هيحصل لي. هتقولوا لي ليه ما بتجيبيش حد ينضف لِك؟ والله بُصّوا يا جماعة، والله أنا الحمام كان عندي مكسّع شوية في إن هو يبيض، وكان كل شوية ألاقي البيض وبايظ، البيض بايظ يعني مسقّع الكتكوت أو الفرخ بتاع الحمام جوّه البيض وبايظ. فيه وصفة حلوة أوي، أوي إن شاء الله تفيدكم. فيه شراب بتاع بيديكال، ده اللي هو فيه كالسيوم للأطفال، اللي هو بيديكال شراب اللي هو بيمِد الأطفال بالكالسيوم. جميل جدًا للفراخ وللحمام يا جماعة، روعة، روعة، روعة فعلًا. أنا كانت الفراخ قطع عندي ما بتبيضش، والله العظيم مجرد ما حطيته لها تاني يوم راحت بايضة. فبرضه الحمام برضه لقيته، حسيته كده بعد ما جربته، حسيته برضه الحمام باض وبقي كويس عندي. فهتحطيه لمدة كل يوم هتحطي منه الغطا بتاع الإزازة اللي هي الدوا الشراب، هتحطي الغطا بتاع الإزازة مليها على المية لمدة 3 أيام في الأسبوع. بُصّي كده بعد ما نضّفت، بُصّي الحمام فرحان ومزقطط إزاي بالنضافة. والله العظيم تحسّي إن حتى الطيور زي البني آدمين بتحس بالنضافة. سبحان الله يا رب، كأنهم بيرقصوا والله. طلعنا على الأرانب. أنا كنت مورية لكم الفيديو الجزء دي في أول الفيديو. لكن الأرانب هنا أنا شوية الأرانب دول أنا مشترياهم، ما عنديش أرانب بيتي يعني. اشتريتهم بالغالي، والله غاليين خالص. لكن برضه أقول لكم حاجة برضه حلوة خالص للأرانب عشان تبقى ناجحة جدًا، جدًا معاكِ وما تموتش منِّك أبدًا إن شاء الله بإذن الله، يعني اللي هيجربها منكم. بُصّوا يا جماعة، البرسيم والذرة لمّا تجيبوها للأرانب حاولي إنِّك أنتِ تحطيها في الشمس لمدة ساعتين. أبدًا عمرها ما تتنفخ منِّك أبدًا الأرانب، وهتبقى إنتاجيتها عالية جدًا وإن شاء الله مفيدة جميلة جدًا. اللي هيخلّي الأرانب تكبر، ده أنا كنت جايباهم صغيرين عن كده خالص، هيخلّيها تكبر وما تتنفخش كمان وما يحصلهاش إسهال، لإن البرسيم أو ال الذرة اللي بنرميها لها وفيها أي بلل، لو نقطة مَيّة هي اللي بتنفخ الأرانب وتخلّيها تموت منِّك، وتخلّيها تسهل كمان. أنا قال لي عليها الدكتور البيطري، ومن ساعتها وأنا متابعة الفكرة دي. وحاولي لو كل ما تنشّفي البرسيم كل ما سوري يا جماعة، التراب برضه لسه مأثّر في صوتي. كل ما تنشّفي البرسيم كل ما النتاج بتاع الأرانب هيبقى أفضل. يعني حاولي إنِّك أنتِ تقعّديه أكتر من ساعتين، ساعتين، 3، 4 في الشمس، هتلاقي البرسيم جَف خالص، ولمّا ياكله الأرنب عمره ما هيسهل ولا يتنفخ. هو ده اللي هيخلّي معاكِ أكّليه عيش ناشف، أكّليه علف، اللي هيخلّي الإنتاجية عالية جدًا في الأرانب، وما فيش فاقد أبدًا، أبدًا إن شاء الله بإذن الله ما هيموتش من عندِك أرانب خالص. لكن أنا وفي الأول كنت بأكّله يا جماعة، كنت بأكّله برسيم، والبرسيم ده كان بيبقى فيه بلل ومَيّة، كان بيتنفخ والاقيه بيسهل ويموت. فدي فكرة حلوة، حاولوا إنكم أنتم تجرّبوها إن شاء الله وهتدعوا لي، وأكّلوه عيش ناشف، ما يكونش طري أوي العيش برضه عشان ما يتنفخش منِّك. حاولي إنِّك تأكّليه عيش ناشف، لو كويس إن هو يبقى مطحون، عيش مطحون يعني. غلة كويسة خالص، في علف بتاع الأرانب، كله ده هيخلّي يرفع إنتاجية عندِك ويبقى الإنتاج حلو خالص. دي اليوم اللي قضيته في التنضيف
أظن إن ده روتين تحفيزي ليكم إن شاء الله، اللي كسلانة كده ونايمة وصايمة ونايمة وتقول لِك أنا تعبانة، يا ستي والله كل ما بتشتغلي كل ما ربنا بيديكِ الطاقة وبيديكِ صحة أكتر. ما تستغلوش إنِك أنتِ أبدًا مش معنى إن أنا صايمة يبقى هانام بقى والصيام مش نوم. الصيام ورانا مصالح، ورانا شغل، ورانا تنضيف، يعني الدنيا ما بتقفش على أي حاجة. والعمل عبادة، يعني عملِك وأنتِ بتنضّفي عبادة، تسبّحي وأنتِ بتنضّفي. يعني برضه بُص كده الدنيا عندي أنا مكركبة خالص، عاوزة لها برضه طلعة تاني. أنا نضّفت التراب بس والعفشة، لكن في يوم تاني عايزة ترتيب للشقة، عاوزة ترتيب، فأنا أستغل برضه فترة رمضان إن ما فيش دوشة كتيرة في الأكل والشرب، وهاطلع برضه أنا أرتّب الحال ده أروّق الشقة كلّها قبل الصيف إن شاء الله بإذن الله يعني. دي الصالة اللي حاطة فيها الكراكيب بتاعة الشقة كلّها اللي ما باحتاجهاش، فبرضه عايزة ترويقة شوية، وجِبت شوية بصل. البصل ده مش بصل طلع مش بصل خزين يعني مش حلو. عاوزة أجيب شكارة تانية بس تكون كويسة عن كده. ابتدى البصل ينزل بعد ما أزمة البصل الفظيعة اللي كانت موجودة، وبعد ارتفاع أسعاره. الكيلو دلوقتي ب5 و6، يعني أسعار بقت كويسة الحمد لله وضبطت يعني. والتوم أسعاره حلوة خالص السنة دي. أسعار التوم مش غالية، نازل على 3.5 و4، والكل هيقدر يخزن وإن شاء الله الحال يرخص والأسعار أزمة الأسعار ارتفاع الأسعار دي تهدى والدنيا هتضبط معانا. بُصّوا نزلت طبعًا عندي شوية سمك. ده سمك بلطي مقطّع عشان كبير، سمك أسواني يا جماعة مجمد. يعني أنا لقيتهم في السوق بس هُم يعني حلوين يعني مش دايبين ولا كده يعني. بُصّوا يا جماعة التتبيلة دي كلّها طماطم وكزبرة وفلفل أخضر و وتوم هريسة فلفل أحمر. المكونات دي كلّها مع عصرة ليمونة وكمون وكلّه ده هانزّله في الخلاط وهاعمل منه تتبيلة عشان أنزّله على السمك اللي أنا هاشويه. أنا متعودة أكتر سمك ممكن تاكليه في حياتِك هو السمك المشوي، لإنه صحّي جدًا وما بيبقاش غني بالزيت. الزيت مُشبّع بالزيت بيتعب المعدة أو بيبقى تقيل، بيبقى خفيف خالص وكويس كمان للناس اللي عندها الضغط، بيضبّط الضغط وجميل أوي. فحاولوا إنكم أنتم دايمًا تشووه، كمان موفّر للزيت، يعني موفّر لوقتِك وجهدِك بدل ما تقفي لِك ساعتين على الأنبوبة، موفّر لأنبوبة الغاز. من كل النواحي السمك المشوي بكل النواحي صحّي جدًا، جدًا، أكلة صحّية جدًا، جدًا، تعتبر من أكلات الصحّية جدًا. أكلات رمضان. يعني في ناس ما بتحبوش في رمضان، لكن أنا والله أنا باحب آكله في رمضان أنا والأولاد. يعني معاه شوية ده أنتِ أساسًا بعد ساعة أو ساعتين كل حاجة بتتهضم، تقول لِك لأ تاني يوم هيعطّش، بيعطّش ولا حاجة، بنشرب مَيّة. الناس بتتسحّر على الساعة 16:00، فوقت طويل جدًا بين الفطار وبين البتاع، يعتبر يوم تاني يعني. فكلّه بيتهضم. أنا هنا مش عاملة كمية سمك كتيرة، لإني أنا عند محمد ومي عملت لهم بانيه. ف ف يعني مش حابين إن هُم ياكلوا السمك. بعض الأولاد عندي قُلت أعمل لهم بانيه. بُص عصرت عليه الليمون وهانزل بالتتبيلة دي كلّها في الخلاط وهارجع أقول لكم هنعمل بيها إيه. كمون كمان حطيت الكمون، والكمون هانزّله على بُص التتبيلة بعد ما نزّلتها في الخلاط بتبقى جميلة جدًا، بانزّل السمك فيها بالليمون والكمون كلّه ده مع التتبيلة. بُصّي الصينية اللي أنا هاحط فيها السمك حاولي تدهنيها دهنة بسيطة زيت عشان ما يلزقش منِّك. وهانزّل السمك في التتبيلة، هاغرّقه بالتتبيلة دي، أنا طبعًا مملّحاه آآ وعاصرة عليه الليمون. أحلى أحلى سمك ممكن تاكليه في حياتِك بالطريقة دي. عشان قطع بس، أنا بيبقى حي يعني كده، بيبقى حتت باحط المكونات دي باحشيها جواه يعني، بتبقى حية ما بافرمهاش، باخلّي المكونات حية وباحشيها جوّه السمكة، بتدّي طعم جميل أوي برضه. وبارُش عليه كمون وليمون على الناحيتين بالتوم. آمم السمك يطلع جميل أوي، أوي.
وأكلة من أكلات رمضان. طبعا أنا عاملة معاها رز وسلطة. وإن شاء الله يعني أتمنى إن كل الحاجات اللي كنا عملناها النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة تكون عجبتكم، وتكون قدمنا لكم روتين تحفيزي، روتين يومي جديد تحفيزي، روتين الست المصرية الشاطرة. أعتقد إن أنا يعني أعتبر يعني إلى حد ما ست مصرية شاطرة، ولا أنتم متعتبروش كده؟ روتين تحفيزي. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وهدخل الصينية دي الفرن، وهوريكم إزاي السمك بيطلع تحفة تحفة، ما بياخدش فترة ويطلع جميل قوي يا جماعة. أنا مشغلة عليه الشواية من فوق بس يعني. الأول أشغل الفرن تحت شوية بساط، وبعد كده أشغله عليه الشواية عشان ياخد وش، بيطلع جميل جدا وتحفة خالص. وادي السمك الخطير، شايفين طري وجميل ازاي. اتمنى ان وجوسي خالص. اتمنى انكم انتوا يكون لو اول مرة تدخلوا على القناة بتاعتنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. اتمنى روتين اليوم الجديد بتاع النهاردة روتين تحفيزي يكون عجبكم ونال رضاكم. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.